ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل للإرجاء والمرجئة بقية في هذا العصر؟ بلا شك بكثرة، موجودون بكثرة، ومذهبهم يصلح لأهل الفساد وأهل الشهوات يقولون الحمد لله ما دام إننا مؤمنين وإننا من أهل الجنة ما علينا لو فعلنا ما فعلنا. وهو يصلح لأهل الشهوات وأهل الانحراف، يصلح لهم، يفرحون به. وله ناس يدعون إليه الآن. نعم. وله ناس يدعون إليه الآن. نعم. وله ناس يدعون إليه الآن. عشان الجماعة اللي هم قاعدين ليل نهار يتكلموا في المشايخ، ده مبتدع، ده إمام الجرح والتعديل قال فيه لا يساوي شيئا، ده أصل العلاني حطه في المش عارف إيه، ده أصله بيهادن المبتدعة، قاعدين فاضيين. إذا كان لك 100 حسنة سيئة واحدة تمحوها عند هؤلاء. طهر الله الأرض منهم. دول يعني كانوا نزاع وشر. لسه أمس وصلني مكالمة من كندا الفجر، والله بعد ما صليت الفجر وأنا قاعد أحضر الخطبة، مكالمة جاياني من كندا، الجماعة إياهم الملاطيش دول رايحين كندا اللي هي ما فيهاش إلا مسجد، في كل مدينة تلاقي مسجد. ده إذا المسلمين عرفوا يبنوا مسجد، لا في صوت أذان ولا في مسلمين ولا في أئمة ولا في شعر. أول ما نزلوا البلد شغلتهم احذروا فلانا وفلانا وفلانا فإن فلان صفته كذا وعلان صفته كذا. يا ابني ده مش عارف توحيد. هذا الذي تكلمه لا يعرف شيئا في التوحيد، لا يعرف شيئا عن رب. قاعد في البلد ومولود في البلد، بقاله 30 سنة مولود في البلد. أول ما تيجي تكلمه لا تعرفه رب العالمين ولا صفات رب العالمين ولا ما جاء به الرسول الأمين. هو كل القضية احذر فلان وفلان لأن فلان ضلالي وفلان مش عارف ايه وفلان من جماعة كذا وفلان من جماعة كذا. سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية. الحمد لله على سابق نعمائه، والشكر له سبحانه على وافر آلائه، وصلاته وسلامه على صفة الصفة من رسله وأنبيائه محمد وعلى آله وصحبه وسائر أوليائه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليرمي وجري أتوسل والجدال تغنه دنيا شحاء وي الله ريز وشويوش ديت وقتل قال قيمة يعني حفر دو سياس من أحد سامتو غيلوي تغلير ويقمي الخردو دوقش أنغلاتن إهون هو أندحون ألشا إذا الإرجاء مرجئي عقيدة تغلاتن دلاحا مرجئي عقيدة سلف شا جو قيرمي ليرنا مثلا لفتنة الإرجاء أخوف على الأمة من فتنة الأزارقة على قصرفش اسمرجئيش بيتنا هو أمة تأخير ميمدو أزارق شي خوارج شي أوغر كرايني أوغر بيو خارج شبوش قبحهم الله خوارج شي بيتن يلا دوقدو مرجئيش بيتن أو دراح ويتان بيوتر بالمرجئيش إشا تار الخير منش بو إيش ملوش بو أدعياء السلفية مرجئة العصر سوري مني مرجئيش بوش أدعياء السلفية بسيود سلفيش شير سلفيش دو بوش حجر يح سلفي زدوخر دو هنده أزدوخر شغل حاشا إرجاء قيلين بوش بلو
مرجئش بتصير كورتا تهلج دينا حد دقبل شارة أو مرجئش قوبل بيش صار قوبل بيش أي نجا ربيع بن هادي المدخلي ودكتور ربيع بن هادي المدخلي مكرا والشا استجه لاسنا قميل دي دوي تهان يقميل در بحن هدو هون ألشا سوال شيء إن شاء الله تا شبو تعلقة يقوبو تعلقة تبصو بيجي بيخنيرة داغستانيرة خسر يوكتا هنوكش جو حما يقون اشجو ديجنا دات تو اوسن ستول حلقة علي بن حسن الحلبي اتن سبسلي دوتي شتون اوجنيك شتون اولوكش كليرش بولو ويا تيرا بصو بيجي شتيني تنقح قمي الخلير ارجع اخلاتنا تير الشيخ شو صار تير اشتاح بوش بول الشيخ شو اش مرجع يتشخلر خلاتنا تحقق حقمي الخلير تا اقامي لا اتوجهش كمو قاچا دقاچا اقاشل شش دولچا اون جو ديرنا دوش اش ساتو منغاحا دغ بول ويجي باكچا تهوساتم خليره تسقعتير ورش ولا اتمرجع يتشخا اتداغستانيرا وينيه مرجع يتشخا ورش وتلقى تير حلقة ديش تشنتيني مناظرة ديسكوسييريو على برت خلير ندلعتها لجديني حبينا تير تعموق تلقى حقي خبر دي اندات يو الا يتو يو الا تاق حيوش عشورسو اقاسونا تخين دونا ايسا سوغلتو على حقي ايلا المعتشوسو اتوجهشك يشا مناظرة ريز خرباتاو مناظرة وحاقوشنا الحجة بالحجة البينة بالبينة مثلا أحد دليل حدالوش توشي دليل حدالوش إشتا قميل دا إش ريز خرباتاو إيس هند ألير إتير شيخ شكردونا إهم دول ديرا وي مثلا أهل السنة عالم ناخا شاشة مناظرة قيقش دقحو لحا بوغش باتش ريز خلشي يوئني مخي أنا يغبوش يالو بريميرشو مثلا أبو بصير طرطوسيسا عبد المحسن العبيكان مناظرة قيقا شينخا إذا حوئنير سيبورت بن يرجزالي وجوات سبيع إشتا مثلا محمد الفزازي مغربي مروكا إشتا محمد المغراوي تيني مناظرة خيرو البورت بن إذا حوئنير وجوات سبيع إسان يولا بريميرشا شوارت يول ديرا يشا شيخ شختير خير بوي هارسون مناظرة تاريريوتي خوش ورسو تهنا هرقمي على ويقات سيقا حق اتناخخ ايغبل بوش بلوشو بوسطا شبرستو يوي بوسو بيجري قانيسو يش داقا سنة تحبو بازار يرش بوش بولشو بوسو بيجرشكا ديدو هرقمي على إذا محمد ربيع بن هادي المدخلي ميلويز تار قوبل مثلا علي بن حسن الحلبي تار قوبل ويشواس بار تار ربيع بن هادي المدخلي إذا محمد سعيد رسلاني رسلان ما باش أتصل ويويت ويش ماخ بوش تقواس نسير كوارتا ربيع بن هادي المدخلي بو تنه لاسنا دويتر دوي. أحد الأخوة ليش ما ترد على فلان الفلاني؟ أنا ليست من عادتي أرد على أشخاص معينين. وهذا الشخص كان يهاجمني في الكويت. فواحد من الأخوة أرسل لي في رسالة بأسلوب جميل قال ليش ما ترد عليه؟ فأرسلت له على الخاص في التويتر حتى ما أبين لأحد أن بيني وبين هذا الشخص عداوة شخصية. أرسلت له على الخاص قلت أنا ما أحب أن أرد على فلان لكنني سأتكلم عن فكر مرجئة العصر في حلقة خاصة انتظرنا إن شاء الله. أبي أتكلم من ناحية علمية في النهاية. نعم. ما علاقة هذا الفكر بالمرجئة. أخذ الرسالة على الخاص وطار بها إلى شيخه فلان وانظر إيش قال فيك، يعني ما طعنت فيها أنا أصلا لكن قلت أتكلم عن فكر. فجمع الناس في محاضرة انظروا ماذا يقول فيني نبيل العوضي وأنا أوجه رسالة حق نبيل واسألني أسئلة ما لها علاقة في الموضوع أصلا. هذه الفئة خلينا نرجع لها مرة ثانية، من هي وليش ظهرت أصلا؟ وهل هم حقا سلفيين؟ هل هم حقا يعني ينتسبون للسلفية والسلفية الحقيقية ولا هم ينتسبون لها يعني أحيانا حق وأحيانا باطل؟ نعم. لهم خصائص راح أذكرها على السريع يا شيخ. تفضل. إذا أمهلتني. تفضل. راح أذكر 10 كاملة إن شاء الله.
هم أولا يتهمون غيرهم من أكثر الجماعات بأنهم خوارج. اختلفت معه أنت خارجي، زعل عليك أنت من الخوارج. انتقدت أي حاكم، الحاكم إذا سمح لك، حتى انتقدني في البرلمان، انتقدني بأسلوب معينة، انتقدت حاكم صرت من الخوارج. رحت وقفت في اعتصام في مكان صرت من الخوارج. يا أخي ذكرت لك رأي صرت من الخوارج. المشكلة هؤلاء ما أدري درسوا ولا ما درسوا. من هم الخوارج أصلا؟ الخوارج لهم أصول عقائدية، يرتبط الأمر بالإيمان، مفهوم الإيمان. الإيمان عند الخوارج جزء واحد ما يتجزأ، يأتي كله ويذهب كله، ولهذا عندهم من زنى كفر. لا، هم يقصدون الخروج على ولي هذا الأمر. الغريب، الخروج على ولي الأمر لا يرتبط بعقيدة الخوارج. قد يخرج على ولي الأمر إنسان وليس بالضرورة من الخوارج، لأنهم هم يعتبرون كل هذه التصرفات هي نوع من أنواع الفتنة. الفتنة موضوع ثاني، أتكلم عن الفتنة خلها أجلها طيب، شوي. تفضل. نتكلم عن الخوارج أول شيء. نعم. هل كل من خرج على حاكم فهو من الخوارج؟ هذا مشكلة، يظهر أنه ما فهم شنو معنى الخوارج ولا أصول الخوارج ولا عقيدة الخوارج. نعم. هذه أول نقطة، لازم أن يرجعوا إلى تعلم العقيدة الصحيحة في البداية. الفرق بين عقيدة الخوارج وبين من فعل بعض أفعالهم، وبهذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين نخليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعون كثيرين من الأئمة الهدى من الخوارج. اثنين، هذا خلل في العقيدة ترى يا شيخ في النهاية. اثنين، هم لما نقول مرجئة يعني خلل في العقيدة، هؤلاء الناس الذين ينافحون عن العقيدة ويدافعون عنها تتهمون في العقيدة؟ كل إنسان يخطئ، شو المشكلة؟ يعني من الأئمة أحيانا من أخطأ في بعض المسائل في العقيدة، أخطأ، احنا ما نقر عليها وإن كنا نؤيده في الصواب الآخر. اثنين، لما قلنا مرجئة، الإرجاء درجات، اللي درس العقيدة يفهم أن الإرجاء ليس درجة واحدة. هي ما لو فسرت لي ما معنى كلمة مرجئة؟ الإرجاء من التأخير. الإرجاء في اللغة التأخير، يعني تأخير العمل عن الإيمان، فصل العمل عن الإيمان، لهذا سموا مرجئة. ليش هو إيش اللي أخروه حتى؟ الإرجاء بما أن أخر العمل عن الإيمان صار ما في شيء يجعل الإنسان كافر. نعم. بما أنك تؤمن داخل قلبك مصدق فقط، وصل الأمر إلى درجة التصديق، أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، خلاص مهما فعلت لن تخرج من الإيمان. وهذا ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. هم ليسوا مع كل الناس هكذا، لكن للأسف مع الطواغيت، مع بعض الطواغيت مرجئة. تخيل يا شيخ القذافي، زين العابدين، اترك القذافي بعد شوي نجي. زين العابدين حارب الحجاب، حارب الصلاة، حارب الدين، كل مظاهره. الشيوعية ما سوت اللي سواه، أوروبا ما تفعل فعله. هذا الرجل يا شيخ هو أصلا والذي قبله اللي قبله كان يشرب الماء في نهار رمضان على الهواء ويجبر الناس على الإفطار في نهار رمضان. هذا الرجل بهذه الأفعال لا يحكم بشرع الله، لا يؤمن بشرع الله، ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى. تجعله حاكم شرعي ولي أمر له السمع والطاعة، كل هذه الأعمال ما أثرت في إيمانه ولا في إسلام. طيب خل زين العابدين يا شيخ القذافي اللي حكم العلماء بكفره، نفى الإجماع أنكره، نفى السنة وأنكرها، حرف القرآن، حارب المسلمين وأفسد في الأرض وقتل وأفسد كل هذا لآخر الأيام يا شيخ يعتبرونه ولي أمر شرعي. يعني هو هذا الإرجاء اللي فيهم. يعني هذا لا يعتبر ولي أمر ما دام هو الحاكم والمسيطر، لا يعتبر ولي الأمر؟ يا شيخ رجل أنت تسألني سؤال لا إن شاء الله ما أنت مقتنع فيه. أنا دوري أنا لا أعرض آرائي، أنا الأمر أعرض في الأصل الأمر، أي أمر لما نقول ولي الأمر، ولي أمر الدين. هو لما يقول ولي الأمر أمر المسلمين وأمر دينهم، هو يتولى أمر الدين، ولهذا سمي ولي الأمر. ولهذا ولاة الأمر نوعان، علماء وحكام. يعني هم اثنان الصنفان يقومان على حفظ دين الناس. نعم. ودنياهم، لكن هذا يضيع الدين وتقول ولي أمر. أي أمر هذا يا شيخ؟ وصل إلى النصارى مثل لبنان وبريمر كان يجعلهم ولاة أمر. يا شيخ البعثي آمنت بالبعث ربا لا شريك له، ولي أمر وحاكم شرعي ويسمع ويطاع. لآخر الأيام اسمع لعلماء مصر لما دخلوا إلى الليبيين وهم في آخر أيام الثورة الليبية، يقول الشيخ أحمد النقيب، ارجع له موجود المقطع، يقول دخلنا نساعد الثوار أو النازحين الليبيين في الأكل، مساعدة إنسانية في النهاية. نعم. يقول واجهنا هؤلاء اللي يدعون السلفية، قالوا ارجعوا. وين نرجع؟ ارجعوا إلى بلادكم، هؤلاء الليبيون خوارج، خرجوا على ولي الأمر الشرعي القذافي. لما نقول مرجئة لأنهم فصلوا العمل عن الإيمان في قضية الطواغيت. هؤلاء دوحة لنا ربيع بن هادي المدخلي مرجئي خلر مرشا إرجاء دوحة هو إرجاء اللغة حشا عرب ومتحا الإرجاء من التأخير، تويست هم تحتتر بوغدو مثلا
أرجأت الشيء أي أخرته استحوما تحتتنا أرجأت الشيء ألشة تويست أسيهم تحتتنا ألا معنى خلص أقا إذا إيمانا هن دالوشتو مثلا الإرجاء بوغ إيمانها اصطلاح شرعا إهندو لأنهم أخروا الأعمال من الإيمان أخروا الأعمال عن الإيمان تارى عمل لا إيمان شورا تحت التندي توست إيمان شورا عمل آلي أقنا تارى مرجيش قد سندي لا سلف شي دقو قميل خلا تارى سلف شا مثلا المرجئة يهود القبلة هو أمتنا إسلام دينا قلبا تبيش بولش نيغا جوكتي الشيخة جوكتي بو ألا مرجئيش أقربي ابن هادي المدخلي إذ مرجئ خلا دليل هدو هون بوش مرجئيش دو حالا إرجاء شاش مرجئيش مسيح ديقي بيقلوش بو مسيح داق دو تير مثلا المرجئة غلاة المرجئة شبو كراين مرجئيش وش جهمي شبو تارى إيمان الله بوست تيشردو الله تيش يعني يتعبول شعره بقول لا إله إلا الله آل شعني حتيش واسع حبوس ببو تعبول شعره وش كرامي يشبو بوست ديلك تيشر عبقول لا إله إلا الله تعال شي وش غلاة المرجئ يشبو مرجئة الفقهاء اشبو مرجئة الفقهاء شا إيمانا بقول لا إله إلا الله آل دك شو حتيشر عمل لا إيمانه دات سألتا عمل لا إيمانه خيات عمل ليش إيمانه عمل ليش عمل شرط كمال في الإيمان قلتها شرط كمال في الإيمان تويست عمل ليش إيمان حضول أهم تصدق شيء حدين يرآر تسوول إيش مرجئة الفقهاء أشبه شرط كمال في الإيمان بوهوغا إدو تير حكمتها عنهم أنت تدن بغيت الأردوسون شرط كمال بوغا إيمان قوش خلان لقر خلان أصلوي إيمان نيس خلان أصلوي بوغ دوكس شرط كمال بوغا إيمان قوش خلان أصلوي عمل قوش خلان أصلوي ويألشا يتسخلشا إيمان دو نو قوش داتس إيمان نيس خلان إيمان خلان أصلوي ألشا يتسخلشا إيمان تسخلشا إشت بناتيو شرط كمال شرط صحة بول أخو إيمان ننجحا شرط كمال شرط صحة بوش دول إشاء الشرط بوش دول دوش ليل داره إدو سنة تدم تبغيت لوشتك شرط بوش دول دوش شا شرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء توست همان آرحا دقت سنة شرط أول همان آرحا بو قدوي مثلا لامز حلوت سوي لامز أصلامز يشي شروط شدو أصلوش أركان شو وش زبوغمش استلبش أقلامز شروط شدو تي أركان شو تي ويحوس شروط لامز آرحاهم شدو مثلا لامز كرا خلر عورت نقولا خلر قلبي حاوير زر لامز ديش وميتك تسن خلر إسن üç şadeş lamaz arhahumşdu. Qilbi haverzar lamaz arhahumdu. Avrat naqulun hilar lamaz arhahumdu. Lamaz khan khil khilar lamaz arhahumdu. Lamaz uje arkanşa üç lamaz çuhahumşdu. Mesela Fatiha diyşar, ruku'dar, sucuddar, isan dolhumşa tarih arkanşa ol. لامز جوحهم شدو لامز آرحهم شدو عمل وي إيمان داق دو ألشا إذا جل إيمان آرحهم مدارس إتشوحهم دو إذا تندل ركن أهل دي إشتو تنهوه إيمانا ركن عمل ويا لا إله إلا الله بوشتو دوش الإسلام دين إيمان نقاهم دالاشتو بقول لا إله إلا الله آلر دك جوحت نختيشر دير ميجنس عمل ير
إديا ميجنش عمل يرى أتس إيمان چرهم دويس ركنيس أو الشرط كمال الشرط بوش دوشة وجيت نيسات سهل هذا الشرط شاكا شا هم لبوي هما نا أرحاهم دويس أنا قاوي إذا شرط بوش دقا إذ ركن معنا وإلي لي شرط أقام إذ هدوس نخا أحبسا شرط صيحة شرط إذ ركن معناها إلي واشتلاحا أقام هما دات إدوش إسبوزو در شا شرط بوش دقا ما هما شا أصلنا أرحاهم دو ربيع بن هادي المدخلي زير شبكة السحاب السلفية تشوحا تيازي تستطيع متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء تتعصبه. وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة وقوله بعدم تكفير تارك العمل هل حينما قال هذا وذاك كان مرجئا؟ إمام أحمد با تو لامز تدين وشول تجا زديني وشوات ألشينا تو وبشيت عمل تياش وتج لا إله إلا الله ألشو تحهم تدياش وتج ديني الآل تسول ألشينا مرجئي وربا وبروس لتولوش. هل قول البربهاري وقول ابن بطة وابن البنا كما سيأتي بعدم تكفير تارك العمل ودخولهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هل أخرجهم هذه الأقوال من السنة إلى بدعة الإرجاء؟ إمام البربهاري إمام ابن بطة الإبانة يازن ابن البنا إيشا تارى عمل تيشول تج ديني الآر تقول إيشا بيم عليه الصلاة والسلام شفاعة كلبو والبوش بوتار ألشينخ إيشا سنة البدعة إرجاء شديع بولش بري إيش تأخبو. إن هذا الرجل لا يرى أهل السنة إلا من يكفر تارك الصلاة ومن عداهم ليس من أهل السنة. إن شارد يشول تجنا استجن بحث شارد يشتجن وقتجنا أهل السنة لامز سدين واشتجن تكفير ديشوك بين أهل السنة تخيط به بسنش أهل السنة شباتهم يرجع بحثه ديك دو تاخين سوق سودين دو القمي اللي حوصوه دو حرا. وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة وقوله بعدم تكفير تارك العمل هل حينما قال هذا وذاك كان مرجئا؟ إمام أحمد لامز تسديش والشتغن كافر وتسأل شينخ يا هما تسديش والتقتو كافر وتسأل شينخ إذا مرجئ وربا. إمام أحمد مذهب إدويتي إمام أحمد مذهب غرد الدوشت الله مذهب تنجر لامز تسديش والتقى كرست خلاردو دوحار دو حالتون اوغر شقولدو امام احمد دا زمغني جوحا ابن قدامة سدالين سارة غير دالغا كيرست خلردو امام احمد يغر غير دالغا لامر سديا شولتاغا كيرست خلردو شولونيغا هما سديا شولتاغا مثلا لا اله الا الله الات وتولتاحا يلامز دي شوات يمار قوب شوات يزك كلو شوات يا شينيتسكا حرزو شوات يا ديكنيك دي اول شواتز يا ونيك ما دي اول شواتز يا ديتنيز ديكي واتز اخا يلو هوش ديكي واتز تعادكم دي شواتز يتعو هما تديش دي شواتز اذا بصبو اللمنين يوتي امام احمد دي ربيع بن هادي المدخل حديث ريحة اتكي بروش والتك بصبو باتو يقول إمام البربهاري سأل ابن بطس ابن البنا سأل باتو سبحانك هذا بهتان عظيم. مثلا أهل السنة عقيدة تاعها غير دول شجعين يشهدوا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إمام لالكائس يازن دول
تتاحة إمام أحمد مثل والوي إمام أحمد منين هو يتي أتسمانجا إنش سند سيني إمام لا لك إساحة حدا لويس. أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن أناسا يقولون هنسا إمام الحميدي السبوغ دالقين هيتن بولتنا خشيق حغينية بوغ تعناخ هناك بوشة أتناخ بوغ باغتو من أقر بالصلاة لامز دديز على مقل ودينج من الولاح والزكاة زك دلديز على مقل ودينج إشا لامز دي شواتي يزك شواتي إنه مقل ودي شوق زك لامز دديش دو إزك دلديش دو على مقل وديش ولاحة والصوم مال قابر والحج حج در ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ندلع إلامز يمال خا يزكت يحج هما ديش وات إذا يدنا وات شاولت أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت يشاولت قلبا بقت أهلامش ديش أين إشين خاخوش أقا إمام الحميد اسبو إهم ديش والناخ فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا إهما خالص ديش ميلوات إبوسو بوبوش ناخ حغين يرشين باختو أتسكي بروش والتقى إذا خالص ديش ميلواس لامز دا ديش داس يمار قاب ديش داس يزك دل ديش داس يحج دا ديش داس يلامز يقلبا بقات يلامز دا ميجش دو إبوش ميلوات إتقى بوسو بو ألا قميل ديش ناخ حغين يرشين قرقع بو إمام حميديس فقلت تا إمام الحميديس شائل هذا كفر صراح هذا قيقا كفر دو إلى شعب إمام الحميديس وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين إذا قرأنا سنتنا بوسبنا ديشنا خلق ويباحتو تسبع إلامز تصدر مارس إكوفدو إلامز تصديش يمارها تقوبش جزكتا تلوش إشادق تيش مويز مقلود يش إشادق دديش نتعالى تعاهما ديش ووتش إتقويل لحا إبوسو بو إدديش دات ألا إوبيش ديني يوش ميلوات بوش بلناخا إوتوش ديني إذا كفر دباخا إمام الحميديس أخطى قرآن آية تالنس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة القرآن جعدال وما أمروا شاشيليشك أمر دين مدات إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تن الله عبادة دي الله بينشا أمر دين مدات تاك الحنفاء تن الله أنا قيت الله تقيتشن عبادة تديش ويقيم الصلاة الله مزدي الله بن عبادة أمر دين مدات شاء ويؤتوا الزكاة زكت لو الله تقع حدق الله تيشر ذات الله تن الله عبادة تر أقا إيوتشنا يتعنتي شرك تديش الله مصدر ما قابل إذا إمام حميدي دليل دارينا توقع حتى إمام أحمد يقرأ روايته حيالوشا إمام لا كائس حدثنا محمد حدثنا عثمان حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله أقا حنبل ابن إسحاق وإذا أتوشي الخزر أبو عبد الله تويست إمام أحمد سأولش باخ من قال هذا يألق من الولحبة يقمع دينك فقد كفر بالله بقل الله تكسنل لنحونته ورد على الله أمره الله أنا أمرة يغاتو أخاونته بور تن ألتنا أمر يغتو أخاونته تودين دوشتل دين يغتو أخاونته باس إشتا يو إمام أحمد دي منين أتمنى ده أما ربيع بن هادس ها إمام أحمد س تكفير ديش داس بوتما وين تعم وين ديشها وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة وقوله بعدم تكفير تارك العمل
هل حينما قال هذا وذاك كان مرجئا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قطعة أقصوغة قطع إمام تتوغية إذا إمام الشافعي دالقين في تنبوتنا إمام الشافعي إذا كتاب الأم تو يازم دولا كتاب الأم على فقه قاعدين دو أصشحة باب النية في الصلاة على باب يتسن تشوحة إمام الشافعي اسمه. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا تجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إجماع دبوغتو يدنك واستن منين يو فإما أصحاب شي تسندع بيحكم بوش بولشو تابعين شي وي تقاش خل بوش بول عالم نيخا بقى لا إيمان بقى لا إله إلا الله آذر دير ميجنس عمل ير عيش ديشتر عمل لديل دوحدر إذا إيمان دوحد لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إقوء يتعني يتخل الشاش خلال إيمان قوش خلش داتهم با إمام شافعي مثلا عديق بقى لا إله إلا الله بوخشة عمل تيجي حا إيمان قوش خلش داتهم أعبق لا إله إلا الله عمل إن إزتين ديل دوح تيجي حا إيمان قوش خلش داتهم بوغدتوني. إقوء يتعني يتخل إيمان لا إله إلا الله بوش دول دوش أهل السنة عقيدة حق ركنا تهلاتش دو بقى لا إله إلا الله آلر دك جوحتنا تيشر مقلودر دير ميجين عمل يتارة حتخل جحا إيمان قوش خلش دات. مثل دال دوي منافقون شا قرآن شعدال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ألق بقى لا منافقين شا أقر بوخ شوحا جوجة تحبوخ كشربوا أقر لخ شوح خربو إشار هون بوش بقى لا إله إلا الله بوخش بوش وين حقا ريح وين حقا ريحات دير ميجين سيني عمل يش بوش ويتيني لا مزع بوش ويتيني ديك نعبوش ونعبوش دلح دق شوحتيش باتش يقولوا اتحرك نتير قوش سهل البحن دو شسي إيمان قوش سهل تندي دالة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار اللتان. إشتا حالدو ربيع بن هادي المدخلي اسم بوش بلو قبولش ويا تاقوبل وش إز والدير ربيع بن هادي المدخلي تاقوبل وش والدير تندي الوالين ربيع. أما أبسل مثلا علي بن حسن الحلبي أشهين شابش ووشيت أشبو تنديلا أبشما أشا تمرجي إشبو إش حجاز عبد الله مثلا ربيع بن هادي المدخلي أسامة العتيبي أردن عبوش بلو مثلا علي بن حسن الحلبي حسن مشهور سليم الهلالي موسى نصر بسنش يجيبتي واحد يحكي مثلا محمد سعيد رسلان طلعت زهران هشام البيلي قبسنش إيش شابش تعمرجي إجبون دلع إيش تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الأقدال هون سسترني حاش تعقوش أنديقوش نسبوش دلع سيدقنش قد دست دل دهون با اش تعبات ووش بيش بات اش إذ آية تهوانات دوش دو تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى آرحا شيء مرجئتكي أتيقر آرحا تارا ليزي تارا بدعتكو آلزي تارا تقويتنا واتنت شيء ووشي توحا ووشي تسشو اشبو اشنت. ربيع بن هادي المدخلي تنبس لي دوت الشاء ربيع بن هادي المدخلي إمام الجرح والتعديل. الجرح والتعديل حديثا قعنا وكيزا بيريداتشكشة ترى حديث قوبل ديش وي قوبل ديش وشوي مثلا هونجا قمر حقيش دو هونجا قمر حقيش دات هر حديث قوبل دمجر دو شو هر حديث قوبل دريحة مثلا
قاجم أول ديشو هون قال حديث مثلا استرجل ديش ده سون حديث سلاب ويدوب وخشة إشتا علمنا خلنا وكلا حديث بيلجل ديش تخن ليجدين راح سوري مني حامل لواء جرح والتعديل وبوختاره ربيع بن هادي المدخلي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من هم علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر؟ وما نعرف حد علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر. علماء الجرح والتعديل في المقابر الآن، ولكن كلامهم موجود في الكتب، كتب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل في علم الإسناد، في رواية الحديث. هذا الجرح والتعديل في سب الناس وتنقصهم، وفلان في كذا وفلان في كذا، ومدح بعض الناس وسب بعض الناس، هذا من الغيبة ومن النميمة، ليس هو الجرح والتعديل. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قلتم بأن الجرح والتعديل لا يوجد في هذا الزمان، وفهم بعض الناس من كلامكم أنكم لا ترون الرد على أهل البدع والمخالفين. الجرح والتعديل ما هو بالغيبة والنميمة المتفشية الآن، خصوصا بين بعض طلبة العلم. الجرح والتعديل يا أخي من علم الإسناد في الحديث، وهذا من اختصاص الأئمة والمحدثين، ولا نعلم أحد الآن من أهل الجرح والتعديل، يعني معرفة الأسانيد وتصحيحها وتضعيفها، ما نعلم أحد الآن. هذا المقصود. يا شيخ، هل يوجد علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان؟ هل يوجد علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان؟ من هو هذا الشخص؟ الجرح والتعديل للحديث انتهى وقته، ما هو بهذا الزمن. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم. حوصل دوي مثلا تنا الجرح والتعديل مويو مثلا تخنا ربيع بن هادي المدخلي تعالم تجا عالم النحرير والعلامة الفهامة وقع علم تجو تخن كان شاتون رزنق واسيتون مخلنا إذا أجر سيسز تدخل شوتن مثلا فالح الحربي سرهنا فالح الحربي سلفي قح ان سلفي ورزة لم تسقط له راية أبدا، سلفي بيرقة تنقى وحي جايوش تخنا تغزنق لاسخيل شلطحة. فالح الحربي كان عبئا ثقيلا للدعوة السلفية منذ أن سلكها. فالح الحربي ودع سلفي دعوة والشن دونا سلفيشنا بز محبر إثبات سلغنا سلفي قوح وإذا تاشيقر سلفي بيرق وحي وجايوش تغنا دعوة دول والشن دونا وسلفيشنا بز محخل يلتقو إثباته. إشتا مثلا علي حلبينا تو مبتدئوبة مبتدئ هندو محمد حساني تيني تون ستريتش خلا يوتشي ويج تو هم دين دير أقا سليم الهلالي باختو تاشا ووتشي بينشن إدوي تشوك سليم الهلالي و توجه مرجئ توز سليم الهلالي باختو علي حلبينا بدعتك وتسأله أصحون بدعتك وأولهن. إشتيو ربيع بن هادي المدخلي جرح والتعديل حاطو بدعتك وأيشن عبدعتك وتسأله حول بدعتك كل شوتن تنسيني تو ألشن دعواوي شو هنجا ربيع بن هادي المدخلي نجرجع حصل في خلو ولاحة تو ألشن دعوازي شو. أما توتحني مبتدع وعلا حطن ريز تخلاحات أقا حو مبتدع خلشوتن. مثلا قطع مصر دعوية أبو حسن المأربي
شا أصلي يجب تراول شا يمن حادو مقبل بن هادي الوادي أوتشن كوقزة أبو حسن المأربي. يا أبو حسن المأربي سيبخنا سلفي والإتسنة تهنا مبتدع وإس تاقا صلح الخا يجب تحا أسامة القوصي سلفي ويجب تحا ربع بن هادي المدخلي خاتج نتهنا ربع بن هادي المدخلي سا أبو حسن المأربي بدعة كويلي أبو أسامة القوصي سا شين أستجيرت أديكو ما بين جنا داسبا أبو حسن المأربي قال أقرأ إذ شاء جن ربع بن هادي المدخلي سا أسامة القوصي شاء جن تحت ويزش أسامة القوصي مبتدئ خديته أتكي برا جرح والتعديل ربع بن هادي المدخلي طبعا تعتقى سلفي وتنا قانا تعجيهم من تأحدثن رزنك واسي مخلنا إذا بدعة كل شوتن إيشنا جرح والتعديل تقول إيشنا جرح والتنكيل يا جرح والتجريح حامل لواء جرح والتعديل إوتير حامل لواء جرح والتنكيل أو التخذيل أقا ربيع بن هادي المدخلي شنا قاستن بيم عليه الصلاة والسلام أصحاب شتيني دولش دول غلق قبل عيل بناعتيني شنا غلق مودو إذا تعناخا شينا تعمصل دينا أتستجيخ أتنتحا بوش تو ألغا تا دزوماخي تشنت يدعبولات سباحش نقا دعبولات سوشنا هو إيدو مخايتان أسربع بن هذا المدخل يسأل قدس دينا قا تنخ عيلم تقوين تنهم الوش والتقى مبتدع الوش بوش تقى أتستقى بيمر أصحاب شي حقا هو إلا توبا مثلا والله لو كان الصحابة فقهاء في أمور السياسة ما ينجحون وما يستطيعون يستنبطون الإذاعة والإشاعة يقعون في الفتنة قضية الإفك طاح فيها كثير من الصحابة فما أصحاب شا politiически وبروشكحا هما هو أشبات البحثو نلخو تا إلديت داج مداجن تا فتن قوش مدان لنا إدويش بيل بليلر أشباحسو قال عليه الصلاة والسلام حسمنا عائشة نت اقوالا جينها إدويش دوقو صحابش للير بحثو إذا الشباب ومشكلاته الدولشو أروكيو قاحد قمع دوسو طبعا وإيوقنسا ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل أتكيبر قمع تخن اسمسا ربيع بن هادي المدخلي politiически وبروشك عنولو إذا ما هو أشوات دوقو تناغو تناغ تعيل ديت مديتن إيل ديت هادويش وول بالليل إزبوش أستن قمع ديتشا ريز خردريشو خردات الليل أقربع بن هادي المدخلي سبايم عليه الصلاة والسلام سحبش إن ألج هم ريز دوشو إسن دول قمر سيد قطب سألج مو قادر اش مو درج ودر اش مو تقيم ده قليل ودر اش سيد قطب سأل دل حاري سيد قطب صار بوشا إز مسا ميركل ديش ليلر درشو تغنى ربيع بن هادي المدخلي سألج إدعهم درجتنا أشتار يغو إز قمر من القلب إلى القلب دولشو تنال كسيتي تاحات وبا قضية الإفك طاح فيها كثير من الصحابة بيم عليه الصلاة والسلام حسنا عائشة تتقوى لجن إيل دي دارج وشدقوا صحابش للير باسو الله المستعان الله المستعان الله المستعان أتكي برا قميل دي شولا ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل العلامة المحدث الفهامة الله المستعان الشيخ عبد الله غديان
اللجنة الدائمة يقع خلا وشولو الشيخ عبد الله الغديانس ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل بوشتوش قميلنا اتخاطر ندل جوابدو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله الشيخ عبد الله الغديان. حياك الله. كيف الحال؟ طيب. يا شيخ هل هذا صحيح؟ هناك من يقول أنه يوجد علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان، فهل هذا كلام صحيح؟ والله يا أخي علم الجرح والتعديل موجود في الكتب. في وقتنا هذا هل يوجد؟ لا، علم الجرح والتعديل في عن علماء الحديث الذين نقلوا لنا الأحاديث بالأسانيد موجود في كتب الجرح والتعديل، فما نحتاج إلى أحد الحين. يا شيخ هناك من يقول أن الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمن. لو يصادفني في الطريق ما عرفته يمكن. طيب. يعني من أحد. طيب بارك الله فيك. علم نيختيني تندوش الغلق. ربيع بن هادي المدخلي الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني ربيع بن هادي المدخلي سؤاله: ونحن طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي عندنا سلفية أقوى من سلفية الألباني. شاشة عبد الله القرعاوي وشنيك شنربوخ شيء سلفيزما ألباني سلفيزما الله تغير. والله الشيخ عبد الله تعلم المنهج السلفي تماما حتى ما عرفنا المذاهب أبدا. الشيخ عبد الله قرشش سلفي منهج عامنيرة مذهب شدود سخوش، ما عرفنا إلا كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. قرآن سنة سلف شي منهج بنقي وما خاات سخوش تن منهج عامنير تسوشين با أتكي برا شيخ الألباني شيء سلفيزما شيء سلفيزما شيخ الألباني سلفيزما الله تغير باحثه. إذا مناظرة عن أفغانستان الدول شو شريط تاع الدسو قيشن عام إذا شيء ليشنيتsa встречи يقعين запись إذا ربيع بن هادي المدخلي ابن باز حقيقة الشيخ ابن باز طعن في السلفية طعنة شديدة. سلفي منهجنا جوغ أداري نتو باحثو سلفي منهج دوق زيدي نتو بوغدوسو شيخ ابن باز ناخ موبو إناخ مبدأ التقية ناخ نقعدوش سعدورش شيء ليشني ستيش قعدوش قيدورش تقية يورشا إذا تقية بوجودو إذا أهل السنة جرجحها بوسو بتكسنا خاطر حوزي تشا حمديت أرشا حوزي تشكسنا ودي الحوزي تشا تنا شد مت يخل دك شو عدوتك آل بقوية لا تنا تقية أو تيرا يبوسو بنعطي ليل وش تشي يتشسن. الله المستعان. إشتا ابن جبرين حق حادث قمعه الشيخ عبد الله بن جبرين شداخر سلفي عقيدة ياجوش دعوة ديش داخل بسوت الدينوش والشيخ عبد الله بن جبرين شي از عربا مطهوش سنجلديوش واشتغن هو دوتن از لرقع ويستا تخلو شاور شاحة دعوة ديش دروش لوش ستودنشنا علم دحيوش خانيخن ولا الشيخ عبد الله بن جبرين إنا لوش قميع دوتن. تحرى عمالته للمخابرات. الله الله الله. سعودوسكي спецслужбы Беллоуш шейх Раби бин Хади المدخلي يقول يقنقى تير شيخ يحيى الحجوري. أيضا ألفت النظر إلى أمر مهم
الشيخ ربيع صهره زوج ابنته في المخابرات، كبير من كبائر المخابرات. وقصة هذه معلومة. اتصل لي هو وقال لي نحن يعني الأمير متعب يريد أن يساعدكم. أنا صريح يا إخوان، أطرحها أمام البساط، ويريد أن يساعدكم ونرى ما يحصل لكم من الرافضة وما إلى ذلك. والله سمعت كلاما منه طيبا، فمن تخوله هذا أيام الحج. ذكرت هكذا في ذهني، قلت عندكم فلان هذا رقمه، تواصلوا معي إذا أردتم أن تساعدوا الدعوة، جزاكم الله خيرا. التقى به الذي ذهب إليه، ثم بعد أن التقى به وإذا به يقول يعني من ذلك الكلام حق المخابرات، ويخبره على أننا من هذا الجهة، يخبره على أنهم من المخابرات، ونلقاك في صنعاء، تذهب إلى صاحبنا في صنعاء. والتقى به في صنعاء، قال نحن مستعدون نعطيكم كم في الصرفية، نعطيكم 1,000,000، نعطيكم يعني كذا، لا شيء عندنا، لكن نريد منكم يعني كذا، يعني كشبه مخابرات، وكشبه كذلك أيضا يعني ماذا مجندين ضد هؤلاء على سيارات ولا كذا، نظير ما فعل حزب التحالف أو ما إلى ذلك من الأشياء. قلت هكذا قلنا والله لو نموت ما ضيعت الدعوة من أجل الدنيا، وربي لما لم نوافقهم على هذا الحال رجع أخونا بغير مصروف، بغير هذه الطريق. يعني قالوا له ذهب جيزان، أعطوه التأشيرة على أنه يأخذ الفلوس من جيزان. وجد واحدا هناك عسكري، قال له وين تريد؟ قال له دع هؤلاء، قال الله يسلمك من شر هؤلاء. نعم. بس يحيى حجورس ديزنا أوضع زربق من هذا المدخلي شينا يقع خلو الإستور. يحيى حجورس قلت ويقنا ربق من هذا المدخلي سودس كسبسلوش ببيولو خلال إناخا شاش بيولو خلال صونخا خوارج كويتشكا تصير عقيدة تعووش ويقشارك خارجي وزي أس خوارج شنموت ومقوش بوش. فالقضية أن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى كان يعني حسب ما ذكروا تقريبا يرصد بعض الحزبيين مثلا، والذين يخططون في الخفاء ويرون الانقلاب على الحكومة أو ما شابه ذلك من الأمور، كان يرصدهم ويخبر عنهم، يقول هؤلاء يخططون للانقلاب، هؤلاء يخططون لكذا. إذا بلغه مثل هذه المعلومات كان يرى أن هذا من النصح لولي الأمر، فكان يخبر عنهم، يقول في أناس يجتمعون بالمكان الفلاني يخططون أو كذا وما شابه ذلك من الأمور. فصار يعني كل من سار على طريقته رحمه الله تعالى وحذر من هؤلاء يقال له إيش؟ يقول له جامي، اتهاما له بالسير على طريقة الشيخ محمد أمان الجامي. علي حلبي وأحمد النجمي قال خاتن شينخا فرانس عبولشنا شيء تيجر فرانسوس كعدلو تيجر عبولش بالله تكفيريستش كويتشكخ تانا موتوش اشتبوكشي اشت أتسمانغا حاشنغ داقلات بعتاش هندر ديتا تو تانا إيهم دا فتوى مقدو تو تانا إسا موتو بصبنا موت بيتر عبادتنا اشتنعبو إن شاء الله المستعان. هر سيقامي عبد العزيز واشا قيقم بؤسا أتسميخا ديش ناخي شي عقيدة يوش بولش ناخي مناظرتي قيقم بيش الحجة بالحجة، الدليل بالدليل، البينة بالبينة. أحد دليلش السي دليلش ونقاحا رزنق واسي شوش دلوبوش كاحا أشا علما تيني دليلش تيني أشا قاستاد الوعد كاحا بوسو بيجشك تين ديل دوحا شاشا أهل السنة دوبوش الدين ديش
سنة ديش سنة تاحا شيء ما قول الله تعالى يوش وخلناش تاع صبري خلش ليش ببص وبيجشكا دي خدوق ابن سيرين سألك إنما العلم دين ألقصا بقى لها علم عام وشو حيوت شو زناني شيء حدين دهون ألقصا فانظروا عمن تأخذون دينكم شايدين حنجر حيوت شو حوصل الشاو إذن بوش ناخي روري للشايدين حما يسلش طغن تعديج قان قيديج طغن تعتقى وقع لم تكروش قان نرجمهم من تحتاشن لزنق لاسم مخلنا إذا أقر سيسس تكروش إذن بوش ناخي ردين شي حما يسلش هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم. حياكم الله في لقاء الجمعة، وباسمكم أرحب بضيفي الشيخ الدكتور نبيل العوضي. مساك الله بالخير يا شيخ والحمد لله على السلامة. مساك الله بالنور وبارك الله فيك. إلى البيت الداخلي للمدرسة التي أنت خرجت منها اللي هي المدرسة السلفية. السلفيين أنواع، حتى في مجلس في الكويت هناك التجمع السلفي والحركة السلفية، يعني حتى في المجلس هناك مختلفين، وهناك ناس أصلا لا يرون الدخول في مجلس الأمة أو في البرلمانات. هذه التنوع هل هو تنوع حضاري يضفي على المشهد، أم أنه هناك تناحرات شديدة تحصل ما بين الفين والأخرى خاصة في أيام الأزمات؟ ميزة السلفيين هذه أنهم لا يجمعهم تنظيم، لا يجمعهم حزب، لا تجمعهم جمعية. فلسفة الدعوة السلفية هكذا التحرر، بل كان أصلا من بداياتها هو التحرر من المذاهب الفقهية. لا تلتزم بمذهب، لا تقول أنا حنبلي أنا شافعي، لا تحرر، خذ من حيث أخذوا، كل يأخذ من قوله ويرد. ولهذا السلف الصالح فقط، يعني ارجع للمصادر الأولى الكتاب والسنة والإجماع على فهم السلف. ولهذا تجد ما في حتى شيخ يستطيع أن يجمعهم كلهم، ولا مدرسة ولا غيرها. وهذا لعل في إيجابيات وفي أيضا أحيانا سلبيات. نعم. في الكويت وفي غيرها من البلاد اليوم للأسف السلفيين كلهم بدرجاتهم يعني ينفعون، سواء اللي قال بجواز الدخول ولا عدم جواز الدخول، لكن الحمد لله ينشر العلم والخير بين الناس والدعوة الصحيحة فكلهم نافعين في مكانهم. حتى من دخل في المجلس الحمد لله سواء تجمع السلفية أو الحركة السلفية أو غيرها، في الأصل أنهم يعني يوقفهم الكتاب والسنة، وهذا شيء طيب. لكن نبتت بينهم نبتة، يعني المشكلة يا شيخ. هل يعني لماذا لا تتعامل مع هذه النبتة التي تتكلمت فيها؟ ما بدأت فيها الحين. لا، لأنه أنا أعرف ماذا سوف تقول، لأنه أنا قرأت لك واستمعت إلى بعض المقاطع التي وصفتهم بمرجئة العصر. هذه النبتة إذا أنا اتفقت بفهمي معك. نعم. لماذا يعني هؤلاء الناس الذين حريصين على عدم الخروج على ولي الأمر، يهتمون كثيرا بقضية ولاة الأمر، عندهم يعني كثير من الأمور الاهتمام في العقيدة وفي التوحيد، لماذا هذا الهجوم الصاخب والذي يعني حتى وصفتهم بوصف قد يكون من الصعب تحمله مرجئة العصر؟ أولا مرجئة العصر أنا أقول لك وين ذكرتها. أرسل لي أحد الأخوة ليش ما ترد على فلان الفلاني. أنا ليست من عادتي أرد على أشخاص معينين، وهذا الشخص كان يهاجمني في الكويت. فواحد من الأخوة أرسل لي في رسالة بأسلوب جميل، قال ليش ما ترد عليه؟ فأرسلت له على الخاص في التويتر حتى ما أبين لأحد أن بيني وبين هذا الشخص عداوة شخصية. أرسلته على الخاص، قلت أنا ما أحب أن أرد على فلان، لكنني سأتكلم عن فكر مرجئة العصر في حلقة خاصة انتظرنا إن شاء الله. أبي أتكلم من ناحية علمية في النهاية. نعم. ما علاقة هذا الفكر بالمرجئة. أخذ الرسالة على الخاص وطار بها إلى شيخه فلان، وانظر إيش قال فيك، يعني ما طعنت فيها أنا أصلا، لكن قلت أتكلم عن فكر. فجمع الناس في محاضرة، انظروا ماذا يقول فيني نبيل العوضي، وأنا أوجه رسالة حق نبيل واسألني أسئلة ما لها علاقة في الموضوع أصلا. هذه الفئة خلينا نرجع لها مرة ثانية، من هي وليش ظهرت أصلا، وهل هم حقا سلفيين؟ هل هم حقا يعني ينتسبون للسلفية والسلفية الحقيقية، ولا هم ينتسبون لها يعني أحيانا حق وأحيانا باطل؟ نعم. لهم خصائص راح أذكرها على السريع يا شيخ. تفضل. إذا أمهلتني. تفضل. راح أذكر 10 كاملة إن شاء الله. هم أولا يتهمون غيرهم من أكثر الجماعات منهم خوارج. اختلفت معه أنت خارجي، زعل عليك أنت من الخوارج. انتقدت أي حاكم، الحاكم إذا سمح لك حتى انتقدني في البرلمان، انتقدني بأسلوب معينة، انتقدت حاكم صرت من الخوارج. رحت وقفت في اعتصام في مكان صرت من الخوارج.
يا أخي ذكرت لك رأي صرت من الخوارج. المشكلة هؤلاء ما أدري درسوا ولا ما درسوا. من هم الخوارج أصلا؟ الخوارج لهم أصول عقائدية، يرتبط الأمر بالإيمان، مفهوم الإيمان. الإيمان عند الخوارج جزء واحد ما يتجزأ، يأتي كله ويذهب كله، ولهذا عندهم من زنى كفر. لا، هم يقصدون الخروج على ولي هذا الأمر. الغريب، الخروج على ولي الأمر لا يرتبط بعقيدة الخوارج. قد يخرج على ولي الأمر إنسان وليس بالضرورة من الخوارج، لأنهم هم يعتبرون كل هذه التصرفات هي نوع من أنواع الفتنة. الفتنة موضوع ثاني، أتكلم عن الفتنة خلها أجلها طيب شوي. فضل. نتكلم عن الخوارج أول شيء. نعم. هل كل من خرج على حاكم فهو من الخوارج؟ هذا مشكلة، يظهر أنه ما فهم شنو معنى الخوارج ولا أصول الخوارج ولا عقيدة الخوارج. نعم. هذه أول نقطة، لازم أن يرجعوا إلى تعلم العقيدة الصحيحة في البداية. الفرق بين عقيدة الخوارج وبين من فعل بعض أفعالهم، وبهذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين نخليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعون كثير من الأئمة الهدى من الخوارج. اثنين، هذا خلل في العقيدة ترى يا شيخ في النهاية. اثنين، هم لما نقول مرجئة يعني خلل في العقيدة، هؤلاء الناس الذين ينافحون عن العقيدة ويدافعون عنها تتهمون في العقيدة؟ كل إنسان يخطئ، شو المشكلة؟ يعني من الأئمة أحيانا من أخطأ في بعض المسائل في العقيدة، أخطأ، احنا ما نقر عليها وإن كنا نؤيده في الصواب الآخر. اثنين، لما قلنا مرجئة، الإرجاء درجات، اللي درس العقيدة يفهم أن الإرجاء ليس درجة واحدة. هي ما لو فسرت لي ما معنى كلمة مرجئة؟ الإرجاء من التأخير. الإرجاء في اللغة التأخير، يعني تأخير العمل عن الإيمان، فصل العمل عن الإيمان، لهذا سموا مرجئة. ليش هو إيش اللي أخروه حتى؟ الإرجاء بما أن أخر العمل عن الإيمان صار ما في شيء يجعل الإنسان كافر. نعم. بما أنك تؤمن داخل قلبك مصدق فقط، وصل الأمر إلى درجة التصديق، أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، خلاص مهما فعلت لن تخرج من الإيمان. وهذا ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. هم ليسوا مع كل الناس هكذا، لكن للأسف مع الطواغيت، مع بعض الطواغيت مرجئة. تخيل يا شيخ القذافي، زين العابدين، اترك القذافي بعد شوي نجي. زين العابدين حارب الحجاب، حارب الصلاة، حارب الدين، كل مظاهره. الشيوعية ما سوت اللي سواه، أوروبا ما تفعل فعله. هذا الرجل يا شيخ هو أصلا والذي قبله اللي قبله كان يشرب الماء في نهار رمضان على الهواء ويجبر الناس على الإفطار في نهار رمضان. هذا الرجل بهذه الأفعال لا يحكم بشرع الله، لا يؤمن بشرع الله، ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى. تجعله حاكم شرعي ولي أمر له السمع والطاعة. كل هذه الأعمال ما أثرت في إيمانه ولا في إسلام. طيب خل زين العابدين يا شيخ القذافي اللي حكم العلماء بكفره، نفى الإجماع أنكره، نفى السنة وأنكرها، حرف القرآن، حارب المسلمين، وأفسد في الأرض، وقتل وأفسد كل هذا لآخر الأيام يا شيخ يعتبرونه ولي أمر شرعي. يعني هو هذا الإرجاء اللي فيهم. يعني هذا لا يعتبر ولي أمر ما دام هو الحاكم والمسيطر، لا يعتبر ولي الأمر؟ يا شيخ رجل أنت أنا تسألني سؤال لا إن شاء الله ما أنت مقتنع فيه. أنا دوري أنا لا أعرض آرائي، أنا الأمر أعرض في أسئلة. الأصل الأمر أي أمر لما نقول ولي الأمر، ولي أمر الدين. هو لما يقول ولي الأمر أمر المسلمين وأمر دينهم، هو يتولى أمر الدين، ولهذا سمي ولي الأمر. ولهذا ولاة الأمر نوعان، علماء وحكام. يعني هم اثنان الصنفان يقومان على حفظ دين الناس. نعم. ودنياهم، لكن هذا يضيع الدين وتقول ولي أمر. أي أمر هذا يا شيخ؟ وصل إلى النصارى مثل لبنان وبريمر كانوا يجعلون ولاة أمر. يا شيخ البعثي آمنت بالبعث ربا لا شريك له، ولي أمر وحاكم شرعي ويسمع ويطاع. لآخر الأيام اسمع لعلماء مصر لما دخلوا إلى الليبيين وهم في آخر أيام الثورة الليبية، يقول الشيخ أحمد النقيب، ارجع له موجود المقطع، يقول دخلنا نساعد الثوار أو النازحين الليبيين في الأكل، مساعدة إنسانية في النهاية. نعم. يقول واجهنا هؤلاء اللي يدعون السلفية، قالوا ارجعوا. وين نرجع؟ ارجعوا إلى بلادكم، هؤلاء الليبيون خوارج، خرجوا على ولي الأمر الشرعي القذافي. لما نقول مرجئة لأنهم فصلوا العمل عن الإيمان في قضية الطواغيت هؤلاء. لكن هذا الخلاف اللي موجود عندكم وبينكم، نلاحظ أنه أنت تتحمس لليبيا وتتحمس لمصر وتونس، لكن لما تأتي قضية مثل قضية دماج واللي هي محسوبة على جزء من السلفيين المنتسبين إلى مثل هذه الفرقة وقريبا منها، لا نجد هذا التعاطف في خطابك وحوارك. آخر حلقة لي اليوم عادوها عن دماج. أنا بالعكس أول ما عرفت عن دماج في التويتر الحمد لله بدأت أراسل الناس، أنا ما كنت أعرف عنها من قبل، أول ما عرفت على طول حلقة كاملة بالرغم من قلة المواد اللي عندنا. دماج ذكرتها، هذا أرجو أن هذا المقطع أيضا ينتبه له الكل حتى يعرف أن هؤلاء مدعو السلفية ما عندهم مبدأ. يا شيخ عايشين تناقض،
20 سنة وأنت تذكر أمريكا تحارب أفغانستان صاروا ضد المجاهدين، احتلت العراق وسفكت الدماء وهدمت المساجد صاروا ضد المجاهدين، وما أجازوا للناس الجهاد ضد المحتل في الشيشان، في كشمير، في أفغانستان، في العراق، حتى في فلسطين. والله يا شيخ أنا قرأت لبعضهم وسمعت بأذني لبعضهم يتشمت في أهل غزة وهم يقصفون. الشيخ أبو ريان اللي قتل له 4 نساء في بيته وهو عالم يدرس الناس صحيح مسلم كل يوم، هذا الرجل لما قتل يتشمتون فيه. تعرف ليش؟ لأنهم إخوان مسلمين. طيب مو بشر، مو مسلمين في النهاية. طيب كل هذا الجهاد ألغيته لما صارت قضية دماج. انتبه، كلهم صرخوا أين الجهاد؟ ليش المسلمين ما ينصرونهم؟ يجب الآن نصرة المسلمين ووجب الجهاد. إيش معنى دماج؟ معنى احنا وياكم دماج يجب نصرته بالجهاد. نعم. بس إيش معنى دماج؟ اللي ما يدري من المشاهدين راح أقول له إيش معنى دماج؟ أوجبوا الجهاد ولاموا الناس اللي ما قاتلوا معهم، وكل الأرض اللي تقاتل من قبل يهود ونصارى ما أمنتم بالجهاد ضدهم، لأن هؤلاء قريبين بالفكر معهم. وما أضحكني لكبيرهم لما تكلم بمقطع قال أنا أدعو أهل دماج بالقتال في سبيل الله بشرط أن يكون تحت ولاية علي عبد الله صالح. أنا مسكت نفسي من الضحك، يعني تضحكون على من؟ عشان ما يناقضون مبادئهم. نعم، عشان ما يصير في وقعوا بتناقض دعوة جهاد بدون ولي أمر. يعني يا شيخ هذا مذهب هم يا شيخ يناقضون أنفسهم. النضر دخل على المأمون، وذكر هذه الرواية ابن كثير في البداية والنهاية عشان نقول الإرجاء وش علاقة الإرجاء فيهم. دخل على المأمون وكان ولي أمر، قال كيف أصبحت يا نضر؟ المأمون يسأل النضر كيف أصبحت؟ قال بخير والحمد لله. فسأله ما الإرجاء؟ شنو الإرجاء؟ قال له دين يوافق الملوك. تبي تعرف الإرجاء؟ شوفهم مع الحكام، دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم. قال المأمون صدقت. وين الملوك؟ تلقى المرجئة قاعدين حولهم يلبسون لهم الباطل. لكن هؤلاء الناس يهتمون بالعقيدة، طرحكم ومحاضراتكم والدعوة وبرامج التلفزيونية لا نجد فيها الاهتمام بالعقيدة بشكل كبير. تتكلمون عن بالعكس أحيانا بعض الطوائف الثانية من اللي قد يكون عندهم لوثة أشعرية أو على مبدأ أهل السنة والجماعة مثلا، تجد أنه لا تكونون حادين معهم وتتلطفون معهم وتتكلمون بلغة لطيفة، وهؤلاء هم الذين يدافعون عن العقيدة الصحيحة. يا ليت يكون هذا الكلام صحيح، يا ليت. عندنا يا شيخ طوام في العقيدة اليوم في الكويت ما سمعناهم يتكلمون عنها. طعن في عائشة، في الصحابة رضي الله عنهم. جعل بعض المدن اللي ما لها أي قيمة في الإسلام جعلها من المقدسات في مناهجنا التربوية، مقدسات جعلت. وينهم؟ ما تكلموا عنها. طيب أليس الحكم بما أنزل الله من صلب التوحيد؟ جزء من التوحيد الحكم بما أنزل الله، وينهم عنها؟ إذا يتكلمون عن التوحيد والتوحيد. أنا لي برامج في التلفزيون جعلتها في رمضان وغيرها حلقات خاصة فقط عن التوحيد. هذا واحد. درست الواسطية 3 مرات، عقيدة الواسطية عند الحمد لله من يشهد بهذا من التلاميذ. نعمل بعض الخطب أحيانا وعظية وأحيانا في التوحيد وأحيانا في مسائل مهمة في العبادة. نعم. نحن نجعل لكل شيء حقه، نعطي كل ذي حق حقه. لكن أتكلم عن في برنامج تلفزيوني وناقش فيه بعض الظواهر الاجتماعية أو السلبية، تقول ليش ما تتكلم عن مسائل في الأسماء والصفات ولا غيرها؟ هذه في الشريعة تدرس، لطلاب العلم تدرس، في المساجد تدرس، لكن لكل مقام مقال. ما يصير أنت تلزمني في التلفزيون أتكلم عن قضايا فرعية في العقيدة أو علمية دقيقة. في نقطة مهمة شيخ، أنا لازم أكمل، ترى عندي نقاط كثيرة. الآن أمامك 2 دقيقتين فقط يعني حتى تستعجل. لا مستحيل شيخ، مستحيل. ليش تركيزهم على الدعاة المشهورين؟ جيب لي أي اسم داعية مشهور ما تركوه. لا تركوا شيخ. أبي أسمي الشيخ صالح المقامسي، الشيخ محمد العريفي، الشيخ سلمان، الشيخ ناصر، الشيخ تعال مصر، لا الشيخ محمد حسان، لا حتى أبو إسحاق الحويني يدعون السلفية 30-40 سنة وهو يؤسس في السلفية. ما تركوا أحد يا شيخ، لا في الكويت، لا في السعودية، لا في مصر، لا في العالم كله. خطورتهم يا شيخ في أوروبا، في دبلن وجدتهم، بريطانيا أسلم واحد. الغريب أن يسلمون يتصيدونهم، يدخلونهم في عالم التحذير، عالم التصنيف، عالم تشويه الإسلام. ارتد نصراني أسلم في بريطانيا كم شهر، دخل في منهجهم، ارتد إلى النصرانية مرة ثانية. يا شيخ المصيبة أنهم تجدهم الآن يا شيخ ما عندهم شغل إلا الجلوس في مجالس وتصنيف الناس. الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هل سمعت في درس من دروسه جالس يصنف الناس؟ فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا؟ أبدا. ينتسبون للشيخ بن عثيمين، والشيخ بن عثيمين أبعد الناس عنهم. يقول نحن عندنا علم الجرح والتعديل. الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح الفوزان، نعم،
عنده مقطع جميل يقول في هذا الزمن ما في جرح وتعديل. هذا الذي يحصل اليوم غيبة ونميمة. يعني العلماء الكبار، الشيخ سماحة المفتي اسمع له مقاطع جميلة في هذا الباب في التحذير من الطعن بالعلماء والدعاة. بالضبط. نعم. عنده الآن مقاطع موجودة حتى في الحج الماضي، مقطع جديد في التحذير من الطعن بالناس والدعاة والعلماء اتركوا الناس على الأقل، أقلوا عليهم اللوم لا أبي لأبيكم، أو سدوا المكان الذي سدوا. شيخ أبو بكر أبو زيد، أنا أنصح كل طلبة العلم والدعاة يقرؤون كتيب جميل اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين. علامة عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله ألف في هذا الباب. حتى الشيخ بن باز الله يرحمه، نعم يا شيخ، حتى الخصوم له وحتى المعادين له كان يتلطف معهم، كان يكلمهم بأدب، وأغلب الأحيان يرد عليهم برسائل خاصة مو أمام الناس. وتصدق يا شيخ بعض مخالفينه من كثر يعني أدب الشيخ بن باز في رده عليهم يستأذنون الشيخ بن باز في طبع غده في مقدمة كتبهم. هذا شرف لهم بالنسبة لهم لأدب الشيخ ومدح الشيخ لهم وثنائه على المؤلف وعلى حتى من وقع بالخطأ، ومنهم شيخنا عبد الرحمن بن خالق حفظه الله. أما هذه النبتة والله يا شيخ لو أقرأ لك كلام الشيخ بكر أبو زيد، لو أتيك ببعض أنا أريد أن أختم هذا الموضوع بسؤال، وأريدك أن تتأمل في هذا السؤال جيدا. يعني هذا الكلام نحن الآن أخذنا وقت من الحلقة وأن تحذر منهم. يعني هذه الخلافات إلى متى ونحن نتكلم بين خلافات بين الطوائف الإسلامية؟ يعني ما أتى وقت أن نتجاوز هذه الخلافات ونقول هم مجتهدون وهؤلاء مجتهدون، ونمشي بدون العداوات وبدون التصنيف وبدون هذه الحساسيات، ونجمع الكلمة ولا نفرقها، ونكون خط الدعوة هو خط متنوع، ناس تشتغل على هذا الجانب وناس تشتغل على هذا الجانب، ويكون هناك خطوط متوازية. لماذا هذا التناحر الذي يعني وهذه اللغة الحادة التي أجدها في كلامك؟ هذا ما أدعو إليه بالضبط أنا، وهذا هم يناقضونه للأسف. تهاجمهم يا شيخ نبيل. يا شيخ إحنا لما نتكلم عن كل الجماعات العاملة في الساحة الإسلامية هذا المبدأ عندنا، كل ميسر لما خلق له. نعم. كلهم عندهم أخطاء، لكن نتناصح بيننا وبينهم، نحسن الظن في البداية، نعذرهم إذا وجدنا عذر وننصحهم إذا وجدنا لذلك سبيلا. هذا الأصل بين الجماعات الإسلامية العاملة كلها. المشكلة في هذه الجماعة يا شيخ ما تركت هذه الجماعة تعمل، وجاءت للعامة الذين يهتدون وظنوا أن هذه السلفية، لا الشيخ بن باز هذا منهجه، ولا الشيخ بن عثيمين هذا منهجه، ولا الشيخ بن جبرين رحمه الله هذا منهجه، وقرأوا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في ردوده على شيخهم وفي مدحه لكتب سيد قطب وغيرها. فيها خطأ، نعم فيها خطأ، لكن فيها أشياء جيدة كثيرة. يا شيخ احنا لما نتكلم عن هذه الفئة لأنها تنقض هذا الأصل، هي للأسف تريد أن تشق الصف، هي تريد أن تسبب فتنة بين المسلمين. كلامك هذا ما يشق الصف؟ لا، أنا بالعكس، أنا أنبه أن هذه المجموعة هذه الفئة يجب أن نبتعد عنها لأنها سوف تشق صف المسلمين. نعم. نعم، في النهاية في فئة انتسبت للسلفية وليست من السلفية في شيء، ينتسبون للشيخ بن عثيمين وبن باز وغيرهم رحمهم الله، وهم أبعد الناس عن مناهجهم، يتكلمون بالتوحيد والعقيدة وللأسف ما فهموا حتى بعض جزئيات في التوحيد والعقيدة ولا دعوا إليها أصلا. نتكلم بهذا فقط من باب يا جماعة ابتعدوا عن هذه الفتنة، وأنا ما سميت أحد، ترى ابتعدوا عن هذه الفتنة ما سميت أحد، كل من اتصف بهذا الوصف يجب أن نتجنب هذا الوصف. في النهاية هذا الذي يشق الصف وهذا الذي يمزق المسلمين.